في خضم نار الحرب المضرمة في الخليج، حيث تدك أعناق الأطفال والنساء والشيوخ وتقتل البراءة في عيونهم، يقف المثقف باهتا وحائرا أمام ما يسمع ويرى. مصطفى عطية يستدعي الليلة ثلة من الأدباء والمثقفين للحديث عن هذه المسألة. التصنيف يبدأ من السوق ومع برود وكنور. عندك مذوق في المرقة، في الجيري، في المقرونة، في المسلي، في الكسكسي، ولا حتى في الرز. تحط طبع ولا زوز؟ ايش حطيت لها؟ برود وكنور.